صباح الفل عليكم. النهارده فيديو جديد وهنتكلم عن اللاعب الكبير جدا امام عاشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. امام عاشور اللاعب اللي النادي الاهلي كان محتاجه من فترة طويلة جدا. امام عاشور لاعب مهم جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر، لاعب يجود اللعب بكلتا القدمين، وكمان في المراوغات عنده حلول كتير جدا. امام عاشور بيعمل اسيستات ما شفتهاش من ايام حسام غالي الكابيتانو، وان كان حسام غالي كان بيلعبها معظم الوقت برجليه اليمين اللي هي اصلا عدلته، لكن امام عاشور بيلعبها برجليه الاتنين وكمان بدقة عالية جدا جدا. شفناه في كأس العالم للأندية مع الأهلي بأداء متميز. خليني أقول لك إن إمام عاشور كمان في الالتحامات قوي جدا ما شاء الله، وبيعرف يستخلص الكورة. في مباراة سيراميكا في كأس السوبر، المباراة اللي كانت مقفولة جدا وكانت صعبة جدا على النادي الأهلي، إمام عاشور قرر ياخد الكورة من نص الملعب ويروح بيها من ناحية الشمال ويدخل بيها ال 18 بعد ما لاعب سيراميكا حاول يعرقله ويعمل معاه فاول بأي طريقة. امام عاشور بعد ما دخل ال 18 عمل عرضيه وتخبط في احد المدافعين ويحرز هدف مهم جدا في وقت قاتل. امام عاشور في مباراه بلديه المحله عمل كل حاجه في الكوره، من مراوغات وقطع الكرة واستخلاص الكرة بشكل أكتر من رائع. ده غير إنه صنع كمان هدف لرضا سليم بعد مراوغة 2 لاعيبة من بلدية المحلة، ومن قبل نص الملعب عمل أسيست أجمل ما يكون في كرة القدم. أعتقد إن إمام عاشور لو فضل في الأهلي هيكتب اسمه بحروف من ذهب. وفي مباراة المحلة برضه إمام عاشور عمل لقطة ولا أروع مع طاهر محمد طاهر بعد ما كان بيبكي على دكة البدلاء لما كان بيواسي طاهر محمد طاهر وبيبوس دماغه. وده طبعا ما جاش من فراغ. إمام عاشور التزم، ولو التزم أكتر إمام عاشور لسه ما قدمش نص مستواه. وأعتقد إن إمام عاشور هيكون في المستقبل القريب في حتة تانية.